السلام عليكم، وحشتوني. يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة كفتة الرز. الطعمة دي سهلة قوي، ما فيهاش اي مقادير ولا صعوبة، وهنعمل معاها شوية رز باللسان العصفور وحبة المخلل المطرقعين دول. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف مقاديرنا. معايا النهاردة ربع كيلو مفروم، هنحط عليهم عودين من كل حاجة: شبت، بقدونس، كزبرة، بصلاية متوسطة، 4-5 فصوص توم، كوباية رز مطحونة لكل ربع كيلو لحمة. كوباية رز مطحونة، بودرة الرز بتجيبيها عادي من عند العطار جاهزة. طب لو انت عايزة تطحنيها في البيت، الرز الشكاير العادي، الرز يا رب اللي بتاع الشركات المعلب العادي، بتجيبيه وبتطحنيه على طول في الكب، بيبقى عندك بودرة رز. طب لو انت عندك الشكاير البلدي العادي اللي بيبقى في الشكارة ده، بتجيبيه وبتغسليه وبتسيبيه لحد ما ينشف خالص، وبعد كده بتطحنيه. تمام كده؟ تمام. ملح، كمون، كزبرة، 7 بهارات او بهارات مشكلة او بهارات لحمة، وربع كوباية مية. سهلة قوي المقادير معانا اهي، وطبق بجد تحفة. نجيب بقى الكبة بتاعتنا، ولو طبعا مفيش كبة في الخلاط عادي خالص، مفيش اي مشكلة لو مفيش كبة. اوسع بس لنفسي كده. تمام. هنزل في الكبة او في الخلاط بربع كوباية المية. كده الصورة اوضح. وهقطع البصلة بتاعتي اربع كده واحطها في الكبة او في الخلاط اهي. تمام اوي. نبدأ بسم الله ونضرب بقى البصلة بتاعتنا. نفي. انا عايزة افرمها فرم ناعم خالص. الكفتة دي كل ما تتفرم جامد جدا بتطلع معاكي ناعمة جدا وطعمها في منتهى الجمال. طبعا البصل احنا عارفين ميته بتبوظ الكفتة وبتفكها، عشان كده احنا هنطحنها جامد وهنضربها جامد جامد جدا مع الكفتة. تمام. تمام، عشان البصل هنا بميتها، وغير كده وكده احنا حاطين كمان ربع كوباية مية عشان بس الخلاط يلف معانا. ضربت البصلة، نزلت عليها بالشبت والبقدونس والكزبرة من كل حاجة، يعني كده عودين 3، وفصوص الثوم، ونكمل ضرب كلها في الخلاط. تمام. هاخد اللحمة بتاعتي وهنزلها على البصل والخضرة والثوم اهي. سهل كده الكلام لحد دلوقتي، كله ورا بعضه. نلف اهي، بتطحن معايا كويس جدا. اه، نزل بس اللي في الجناب كده ياخد حقه. حلو قوي. ضربة كمان كده اهي. بصوا لفت معايا اتهرت. في الخلاط برضو هتلف معاكي كده بنفس الطريقة، متقلقيش خالص. بس حلو قوي كده، خلاص الكفتة خلصت. طب لسه الرز ولسه البهارات، ماشي متستعجليش اهي. بصوا فكة معايا خالص اهي، بقت زي المعجون وريحتها في منتهى الجمال. هنفضيها بقى اهي في بولة. طبعا انت عايزة تضعفي المقادير هتضعفي من كل حاجة.
كوباية الرز هيبقوا 2، الخضرة هتزيد شوية اهي. دي معلقة صغيرة كربوناتو تدي هشاشة جامدة جدا جدا للكفتة زي البيكنج باودر كده. نزلنا بيها على اللحمة ومعاها حبة كمون، حبة كزبرة، وحبة من السبع بهارات او مرقة او بهارات مشكلة او بهارات لحمة الموجود عندك، وكوباية الرز المطحونة، والملح. حط بقى حبة فلفل اسمر صغيرين. طبعا بهارات بقى انت عايزة تحطي اي تشكيلة بهارات تانية براحتك يعني. نعمل بقى بايدينا كده ونعملها كأنك بتعجني بقى عجينة، كلها تتغلف في قلب بعضها كويس جدا. هلفها كده في بعض تشرب من بعض كل حاجة، وهتبقى معاكي بالشكل ده اهي عجينة. بصوا عاملة ازاي، عشان اعرف منين ان هي كويسة وكده مظبوطة بالظبط. بصي هتصبعيها هتلاقيها بتتصبع معاكي بكل سهولة، ما بتلزقش في ايدك اهي، ما بتلزقش في ايدك خالص. كده العجينة بتاعتي مظبوطة. عايزة تحطيها في التلاجة شوية وتصبعيها كويس لا تلزق في ايدك، ممكن تكون الجو حر كلام من دوت ماشي. مش عايزة ومستعجلة هتبقى معاكي كده. طب لو لزقت في ايدك سيكة يعني، مطرح ما انتي بقى عمالة تصبعي وكده، ببق مية جنبك في بولة وبتسحبي يعني نقطة مية على ايدك كده زي ما قلنا قبل كده وانتي بتصبعي الكفتة الكلام من ده. تنعمي ايدك بس ببق مية وتصبعيها تتصبع معاكي على طول. بصوا انا اهو من غير ولا ميه ولا اي حاجه. المقادير اللي انا قلتها لكم مظبوطه 100%. لكل ربع كيلو لحمه كوبايه رز مطحونه. تمام اوي. هكمل بقى الكميه بتاعتي كلها عشان ما اطولش عليكم ونتقابل على البوتاجاز. الكميه بتاعتي اهي كلها. الزيت سخن جدا جدا جدا، وبعد كده وطيت عليه يسخن قوي وتوطي عليه بعد ما يسخن، تنزلي بصوابع الكفتة بتاعتك تتحمر عادي خالص، تاخد اللون الذهبي المحمر ده. هي هتستوي في التحميرة دي، تستوي سوا كامل اهي زي ما انتوا شايفين كده. ونفشت بصوا الواظت كده وبقت جميلة جدا، وريحتها في منتهى الجمال، ولا بتبقى شاربة زيت ولا اي حاجة خالص. طبق بجد غني جدا وما شاء الله. بصوا الكمية قد ايه حلوة قوي. ننزل الكمية التانية، وزي ما اتفقت معاكم مفيش بودرة رز عند العطار او مكسلة تنزلي الرز بتاعك. لو الرز المعلب الاكياس بتطحنيه على طول في الكبة حبة حبة كده وبتنخليه طبعا عشان تاخدي الناعم هيطلع لك. طب لو انت عندك الرز الشكاير البلدي تغسليه الاول كويس جدا 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 وتسيبيه ينشف لتاني يوم وبعد كده تطحنيه. انا قليت الكمية بتاعتي كده، هي في الوضع ده بتتاكل وبتبقى تحفة. نعمل بقى الصلصة بتاعتنا. هتنزلي بزيت او بسمنة او بزبدة. انا عن نفسي بحب احط زبدة او سمنة يعني بعزز الطعم شوية. انا قليتها خلاص في الزيت، بعزز بقى الصلصة بتاعتي. انا نزلت هنا بمعلقة سمنة بلدي، وهنزل عليها ببصلة بس تصفر، ما تاخدش لون يعني تصفر كده تبقى ذهبي. الله على ريحة السمنة في منتهى الجمال اهي. بصوا خدت لون ذهبي خفيف. هنزل بفصين الثوم اشم ريحته بس كده على طول، وهنزل عليه بالصلصة. دي صلصة انا مفرزاها، كنت عاملة طبعا معاكم حلقة تفريز الطماطم اهي، بتطلع على طول على البوتاجاز. طب لو ما عندكيش صلصة متسبكة او يعني متفرزة من الخلاط، تضربي الطماطم عادي وتصفيها وتنزلي بيها لحد ما تتسبك اهي.
حلاوة الطماطم المتسبكة المتشالة دي يا دوبك تفك على النار هي كده اتعملت، لان هي اوريدي احنا مسبكينها وشايلينها. وهنزل بنفس البهارات اللي حطيناها في الكفتة، ملح، فلفل، 7 بهارات او بهارات مشكلة او بهارات لحمة، حبة كمون وحبة كزبرة. تمام قوي كده. هسيبها بقى تفك. طبعا الكفتة انتي قليتيها اهو وحمرتيها، تسيبيها تبرد لو انتي عايزة تخزنيها تبرد، وتشيليها على قد وجبتك في اكياس تلاجة وتحط في الفريزر. تطلع من الفريزر على طول على الصلصة يوم ما تطبخيها. على ما الصلصة تفك معانا تعالوا نعمل، او لو حاطة طماطم تتسبك، نعمل شوية الرز المفلفلين العسل دول اللي بلسان العصفور. حطيت معلقة سمنة على حبة زيت، او طبعا لو زيت عادي بس اللي يريحك. وهنزل بلسان العصفور. احنا قلنا بقى نريح الشعرية شوية ونعمل الطبق ده، بجد بيبقى طعمه حلو قوي يعني، جميلة جدا وما فيهاش اي تكليف يعني. هي حمرت الشعرية عادي خالص خالص، هنزل عليها بالرز المغسول. اكنك بتعملي حمرت يا رب لسان العصفور اكنك بتعملي رز بشعرية بالظبط، نفس الطريقة بالظبط، بس بدل الشعرية بتعملي لسان عصفور. هنقلب بقى الاتنين مع بعض كويس كده يسخنوا مع بعض. تحطي الملح، انا حاطه مقدار 3 كوبايات هيبقوا 3 معالق ملح. تسخني كده الرز ياخد من سخونية المكرونة المتحمرة، وتنزلي عليهم بالمية السخنة بتاعتك عشان الرز بتاعك يطلع مفلفل، مفيش رزاية لازقة في الحلة. سواء شعرية او لسان عصفور اتحمرت، تنزلي بالرز تقلبي تقليبة كويسة، كله يشكشك كده في قلب بعضه، تتحمر تحميرة، يسخنوا مع بعض كويس. وبعد كده تنزلي بالمية السخنة او مية عادية يعني مش هتفرق، بس انك تسخني الرز مع المكرونة دي بتفرق قوي. نوزع طبعا الملح كويس، في ناس كتير بتنسى تقلب والملح كله بيبقى بيتكون في حتة واحدة، بيبقى الطعم مش طبيعي خالص. خلاص ونسيبه ونغطيه ونسيبه بقى يستوي عادي خالص. هنا الطماطم بتاعتي اهي غليت او اتسبكت، هنزل بقى بالكفتة. انا زودت شوية مية، بتظبطي بقى السمك بتاع الصلصة بتاعك، هي كانت تقيلة جدا، زودت شوية مية وعدلت كده شوية شكل الصلصة معايا في الطبخ. اهي هي كلها مستوية، تاخد بس وتدي مع بعض 5 دقايق مش اكتر. خلاص على كده هسيبها بقى تعيش حاجة 5 دقايق بالظبط وهتطفي. هنا الرز لسه هيتشرب عندي وهوطي عليه، وخلاص الأكلة بتاعتي خلصت، لسه نازلة والله من على النار. نغرفها مع بعض بقى. أكلة في منتهى الجمال، بجد بجد والله العظيم روعة. بص الرز شوية رز بقى مفلفلين، مش قادرة أقول لكم على جمالهم. نظبط بقى الطبق الحلو كده، طبق صغنن ولذيذ واكله سريعه جدا. وطبعا لو مخزناها يعني مخزناها مستويه، اللي هي الكفته مقليه زي ما قلنا، تبرد عادي خالص، تحطيها في اكياس وعلى التلاجة. جايه من بره مستعجله ولا حاجه، تطلعي كيس الصلصه وتطلعي كيس الكفته وتحطي الصلصه تفك على طول على النار، تنزلي عليها بالكفته من الفريزر على البوتاجاز. غرفنا الرز بتاعنا، الكفتة بتاعتنا التحفة. طبعا عايزة تخففي الصلصة عن كده مفيش مشكلة، بتزودي المية دي بتاعتك انتي. في ناس بتحب الصلصة تقيلة قوي، في ناس بتحبها سيكة وسط، في ناس بتحبها مية خالص، اللي انتي عاوزاه. انا بالنسبة لي كده كويسة قوي. اكلة بجد تحفة وفي منتهى الجمال، وطعم وريحة فظيعة، وفايدتها في كل حاجة، لحمة ورز وخضرة، كل حاجة فيها. يعني لو عيلك ما بياكلش المحشي اكليه الاكلة دي. غرفنا الطبق بتاعنا اهو، ما شاء الله. الربع كيلو بيرمي كتير، الطبق بقى ده اللي بينزل في قلبي يعني، انا بعشقه عشق. كنت عاملاه معاكم طبعا في حلقة تقريبا الكوسة باللحمة المفرومة، البتنجان المدحرج ده ومعاه الفلفل. انا بموت في الطبق ده بقى. أهو. اكلة في منتهى الجمال،
سهلة وبسيطة ومش مكلفة ابدا اهو. ايه رأيكم؟ تنسوش بقى تعليقاتكم ورأيكم واللايك الحلو اللي منكم. اشوفكم على خير، مع السلامة.